رحت النهارده المطعم فورنو في بنها، واللي مكانه بالتحديد الفيلا الكورنيش النيل بعد مبنى المحافظه جنب حلواني النيل ومسلم كوفي شوب. مبدئيا كده المكان مش كبير قوي، لكن شكله حلو من ناحيه التصميم والقعده الرايقه زي اللي عمرو قاعدها دي، وهتحس من جو المكان انك قاعد في مطعم في ايطاليا. هتقول لي يعني انت كنت شفت اجواء مطاعم ايطاليا يا سندباد؟ هقول لك يا عم تخيل، يعني لا هيبقى حلم ولا حقيقه. المهم نستمتع بالتجربه في فورنو. قعدنا وعمرو اول حاجه عملها طبعا مسك المنيو وبيقول لي حيره كل مره يا سندباد، يا ترى هنختار ايه؟ قلت له هات يا عم اختار انا مره بقى، هو انت كل مره اللي هتختار؟ ومسكت المنيو وبدات اقلب فيه علشان اختار واشوف الكلام على ايه. لقيت المنيو ما شاء الله كبير ومحترم وفيه اصناف كتيره وخطيره، بيتزا ومكرونات وسندوتشات وكمان وجبات، لحد ما استقريت على الاصناف اللي هطلبها لي انا وعمرو. طلبت وقعدت، لقيت عمرو مسك الورد اللي على الترابيزه يشمه، من كتر ما كان جعان كان بيقول لي بيتاكل ده يا سندباد؟ قلت له لا يا عمرو روق بس الاكل جاي دلوقتي. قال لي طيب قوم نتصور في المكان، وكان عاوز يتصور صوره عميقه فصورته لحد ما زهق، وقلت له اقعد بقى يا عمرو انت شكلك جعان ومهيز. قال لي اه يا صاحبي انا جعان قوي. قلت له طيب بص لفوق علشان الاكل وصل وهنروح. طلبت 3 اصناف مختلفين. مبدئيا كده هم كاتبين في المنيو ان الخامات واللحوم اللي بيستخدموها طبيعيه 100%. اول حاجه كانت ديب ديش، وده صنف مشهور هنا في فورنو، وشفت ليه صور كتير على صفحتهم على فيسبوك وكذا حد رشحهولي فقلت اجربه. وده عباره عن عجينه مستويه على شكل طبق كبير وجواه الحشو اللي بيكون من اختيارك، فكنت مختار ديب ديش فراخ، وده بيكون قطع الفراخ غرقانه في الجبنه الموتزاريلا الكتير، ومميز بشكله ومناسب لعشاق الجبنه وتجربه الاختراعات، وسعره كان 110 جنيه، وكان شكله حلو وجديد بالنسبه لي واول مره هجربه، وغالبا محدش بيعمله في بنها غير فورنو. وتاني حاجه كانت بيتزا تشيكن لافرز ميديم، ودي في قسم الوايت بيتزا، واسمها الوايت بيتزا علشان بيكون عليها بدل صوص الطماطم الاحمر اللي على اول طبقه من العجينه ده بيكون صوص جبنه ابيض خاص بيهم مع الفراخ الشيش والستريبس، وسعرها كان 112 جنيه. وانا في الاساس جاي مخصوص علشان اجرب البيتزا في فورنو، وكنت متوقع انها تعجبني اول لما شفتها، وهنشوف دلوقتي. وتالت حاجه كانت طاسه مكرونه فرن ميكس جبنه مع البسطرمه، مكرونه بتستوي في الفرن فيها بسطرمه وصوص الجبنه الابيض ومتغطيه بالموتزاريلا، وشكلها حلو برضه وريحتها كانت قويه وتفتح النفس اكتر ما هي مفتوحه اصلا، ودي سعرها كانت 96 جنيه. عمرو هيبدا اول حاجه بطاسه المكرونه، ولسه هيسحبها ناحيته اتلسع لانها بتخرج من الفرن عليك على طول، بس بتكون متقدمه على سيرفيس خشب او طبق خشب، بس عمرو ما خدش باله وسحبها من ايديها، فمعلش يا عمرو. وهيبدا يجرب اول شوكه ويسحب المكرونه مع البسطرمه ويقول نسمي وندوق علشان الكلام يروق لاجل سندباد. ودي يا عمرو. ويخش تاني ويقول للمكرونه يا سندباد عجباني ومش هديك منها علشان حلوه قوي وطعم البسطرمه كان حلو قوي. واخش انا كمان اسمي وادوق علشان الكلام يروق، اشمعنى انا يعني؟ واخد الشوكه الاولى والهط، والتانيه على الهادي علشان كانت سايحه زي الزبادي والجبن كتير وبتشد، وطعمها عجبني برضو قوي. وهكمل باقي الحاجه واقول رايي في الاخر. اخش على الديب ديش واكله من فوق الوش علشان اشوف الجبن والفراخ وباقي المكونات الاول طعمها ايه، واودي. بس هنا كانت المفاجاه، للاسف ما كانش زي ما توقعت. حاسس ان مكوناته شويه بالنسبه لي مش مستويه احسن حاجه، مش عارف هي اصلا كده ولا لا، بس المكونات كانت كتير الصراحه، خصوصا الجبنه، وحجم الديب ديش كبير بالنسبه للسعر برضه، فقلت اجرب اكلها كده على بعضها. قطعت مثلث بالشوكه والسكينه واخدت قطعه كبيره ومتينه فيها المكونات مع العجينه، يمكن اغير رايي، فطلع طعمها احسن شويه وجديد بالنسبه لي. فخش يا عمرو كده وقول لنا رايك. عمرو سحب الباقي وقال لي مش كنت تطلب لي ديب ديش لوحدي؟ فقلت له خده يا عمرو بألف هنا، وقطع لنفسه ولهط وعلى بقه وشقط. ولما ده قال لي ايه يا عم طعمها حلو وجديد، وكمل عليها وقال لي هاخدها كلها لوحدي. زعلان من جواك يا سندباد؟ قلت له لا. ودي يا عمرو ودي. دخلت على اخر حاجه بقى البيتزا، وشكلها كده هتعجبني اخر حاجه، وفعلا طلعت اكتر ما كنت متوقع، وطلعت بالنسبه لي احسن من الديب ديش الصراحه، مع انها نفس عجينه الديب ديش تقريبا، بس يمكن علشان المكونات مختلفه. وكمان البيتزا دي معموله بصوص ابيض، صوص الجبنه بدل صوص الصلصه الاحمر المعتاد في البيتزا العاديه، كانت طعمها حلو قوي قوي وعجباني. وعمرو لما ده قال لي فعلا حلوه وطعمها بالنسبه لي جديد، مش الطعم المعتاد يعني. قلت له طيب هي ولا الديب ديش يا عمرو؟ قال لي الاثنين، وقام مودي باقي المثلث حته حته وما سابش فيه اي حته. وفي الاخر قعدنا نخلص باقي الاكل، والتجربه كانت حلوه قوي بالنسبه لنا احنا الاثنين. بالنسبه لي عجبني اكتر حاجه البيتزا، خصوصا اني كنت رايح علشان اجرب البيتزا، وكنت حابب اضم مكان جديد مفضل ليا بيعمل بيتزا في بنها، فكده هيبقى فورنو. وبعد كده طاسه المكرونه، واخر حاجه الديب ديش، مع انه ما عجبنيش اكتر حاجه، بس ناس كتير بتشكر فيه وبتروح فورنو مخصوص تطلبه. يمكن لو كنت اخترته مثلا حاجه تانية غير الفراخ كان هيعجبني اكتر. وبالنسبه لعمرو كان عاجبه اكتر حاجه الديب ديش وطاسه المكرونه بنفس النسبه تقريبا، وبعد كده البيتزا. وده عرفنا ان الاكل اذواق وكل واحد ليه ذوقه ويحترم. وفي النهايه اللي جرب الاكل في فورنو يقول لنا تجربته ورايه في تعليقات، واللي لسه ما جربش وحابب يجرب لما يجرب برضه يقول لنا رايه، ويا ريت تكون تجربه حلوه للكل. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.